فرح كبير جدا ليا انه اكون وسطيكم. من زمان تركت القاهرة، والعودة بالنسبة لي مؤثرة جدا، وخصوصا في الأمبروية. الكلمة اللي حرفيها هي حاجة عملية، ما هوش عن مخطوط أو عن مشروع علمي، بل هو ما قبل المشروع العلمي من أجل أن يكون في مشروع علمي. الفكرة إيه؟ الكنيسة القبطية أكبر كنيسة باللغة العربية في العالم، ولوحديها أكثر من كل الكنائس الأخرى اللي بتتكلم اللغة العربية. معنى ذلك إنه التراث العربي للأقباط هو أهم تراث، ولكن ما خدش حقه، وما فيش سبب لذلك يرجع إلينا كلنا إنه أقل معرفة من التراثات الأخرى للملكيين، للموارنة، للسوريان إلى آخره. السبب يرجع كمان إلى إنه كل دير عندنا كنوز مش موجودة نظيرها في أي بلد آخر. يعني مصر بقول يعني ما عنديش دليل بالأرقام، بس ما فيش دير ما عندوش مخطوطات، وبالمئات، بل أحيانا تزيد على 1000. يعني يمكن عندنا 10,000 مخطوط في مصر باللغة العربية، وتقريبا ما فيش يمكن 1% مدروس أو 5%. السبب إنه كمان صعب إن الواحد يعرف في إيه في دير كذا أو دير كذا، لأنه لو في فهرس بيبقى فهرس محلي مخطوط. يعني إحنا بحاجة إلى إنه نعمل مشروع شامل لكنيسة مصر، للكنيسة القبطية. مركزها طبيعيا لازم يكون هنا بالأمبروية، يشمل كل المخطوطات والأبحاث والى آخره. إزاي؟ يعني يبدو كأنه ده مستحيل، في الواقع مش مستحيل أبدا. النهارده ما نقدرش نشتغل بطريقة تصوير مخطوط وعلى الصور. الأسلوب الحالي إنه يكون مكتبة رقمية. إيه رقمية؟ يعني يسموها ديجيتال لايبرري، لأنه مش هنقدر نلحق الماضي كله. في حاجات من القرن السابع عشر، الثامن عشر طبعت في الخارج مع فهارس مخطوطاتنا موجودة في العالم كله. فين في المخطوطات العربية المسيحية وبالذات القبطية؟ طبعا المكان الأساسي مصر، كل الأديرة فيها مخطوطات، والكنائس والإبرشيات البطريركيات ولو كانوا 50 مخطوط مع أهمية كبرى. ده أكبر مركز، وفي العالم كله مخطوطات عربية للكنيسة القبطية بالآلاف. يعني أذكر يمكن أهم المكتبات اللي جمعت مخطوطات مكتبة الفاتيكان، مكتبة باريس، مكتبة أكسفورد، مكتبة برلين. يعني في الغرب فيه أحيانا صوروا. اللي بيتعمل دلوقتي تقريبا كل مكتبة بتحاول تعمل يعني تصوير رقمي. الميزة منه ايه؟ ان اولا ما بياخدش مساحة، ده كله يدخل بالكمبيوتر ضغط، ممكن نحط عشرات الالاف
من المخطوطات في كمبيوتر. الميزة الثانية إنه فإذا مش محتاجين الميزة الثانية إنه بسهولة أي إنسان عاوز يعمل بحث في نص إيميل ويترانسفير بكرة بعد ساعة يوصل، وممكن نعمله مجانا، ممكن عاوزين نشجع، احنا مش جايين عشان نكسب من وراء المخطوطات. ممكن شخص يعني يساعد ماديا، وعندنا ناس كتير في الكنيسة ممكن يساعدوا لو شافوا انه ده مشروع عملي ودولي او دولي، انه اولا تراثنا يتعرف. العالم كله لما هيعرفوا انه ممكن يحصلوا على مخطوط هيبتدوا يشتغلوا في المجال ده بالذات، لانه في متناول الجميع. دي من الناحيه العمليه. طبعا بجوار المخطوطات لازم يكون في المراجع قد ما نقدر نجمع مراجع، مش بس باللغه العربيه، ضروري باللغات الاكثر انتشارا علميا، الانجليزي، الفرنسي، الالماني، الايطالي. الكتب دي في موسوعات هائله، حتى الموسوعه طبيه، الكوفي انسايكلوبيديا، 8 مجلدات ضخمه، مش كل واحد دلوقتي مش في متناول كل واحد، ومش ضروري انه يضطر يجي في مكان. حاول كده لو عملنا المشروع، حاول كده على الانترنت. والانترنت عمال يتطور كل يوم اكتر، يعني هيبقى اسهل واسهل. دي من الناحيه العمليه. دلوقتي من جهه ده اللي سميته اولا ما هو التراث العربي القدسي واين يوجد في مصر وفي الخارج. ضروره تاسيس مركز موحد للتراث العربي القدسي، ده كان ثانيا. طب دلوقتي المخطوطات دي لو جمعناها كلها هنستعملها ازاي؟ لو مفيش فهرس دقيق علمي زي اللي ما عملناش حاجه، يبقى لازم موضوع الفهرسه. الفهرسه ده علم، مش اي واحد يجي ويروح ناقل عنوان في اساس. والحمد لله دلوقتي في معهد في تدريس لكل هذه العلوم، يعني الفهرسه واسلوب تحقيق المخطوطات ده فن، مش اي كلام، مش كل واحد يعمل له منهج ليه. لازم يكون في منهجيه مشتركه ومع تقسيم ومع ان اقدر اذكر زي مثلا كتاب مقدس. العالم كله ممكن في اي مكان لو قلت يوحنا 5:13 اي انسان في العالم عارف ايه الجمله دي. يعني ليه؟ لانه مقسم الى فصول والى ايات والمتفق عليها. فاذا البحث يتطلب ايضا ذلك، ويتطلب انه يكون في عناوين. كل ده موضوع شامل. يعني لو الكليه هنا وكذلك في الانجيليه وفي المعاهد الاخرى يكون في مشروع مشترك ازاي نحقق المخطوطات، ازاي نفهرس. الفهرسه علم. احنا عملنا لما مرقس سميكة باشا عمل فارس المختار مجلدين حلوين، وقبل منه كان في ناس اسمه بس يسع عبد المسيح عمل فهارس بيات كان فيها كثر خير. بس يعني المنهج النهارده تقدم وتحسن.
ولما يتعمل وكذلك يبقى كله اونلاين، يبقى اللي شفناه من دول واحد بيدور على الجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة، فين هنجيبها؟ يكتب الجوهرة النفيسة على الكمبيوتر. أنا بمجرد بحط الجوهرة هيديني 20 أو أكثر أو أقل عنوان في كلمة الجوهرة، واشوف ده ابن سباع مظبوط ده. أنا عملت إحصاء للجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة زمان سنة 64، ما كنتوش انتوا لسه بالوجود، فكان طلعت 17 مخطوط في العالم، بس دي خدت مني شغل أشهر عشان أشوف في كل أدوار العالم وفي المكتبات الكبيرة إلى آخره. طبعا كان في واحد سبقني جراف، بس هو ما عملش كل دي، والجراف كان ترجمه مطران أسيوط الحالي لما كان لسه طالب، ودلوقتي في النسخة الأزيد يعني الأكمل من ترجمة جراف. يعني عندنا أساليب وإمكانيات. المهم ده كمان داخل في منهج التعليم، إزاي الواحد يفهم. في ناس تتخصص بالفهرسة وده علم وبياخد وقت، وإزاي يعني أدي معلومات مفيدة، ويمكن ننقل من كل نص الثلاث أربع أسطر الأولى أو الفارس أو اللي هو دي الفهرسة. في علم تحقيق المخطوطات، وده مهم أهم حاجة، لأنه الكتب اللي بننشرها أوكي بتدينا فكرة عن الموضوع، وطبعا معتمدة على مخطوط، يمكن على مخطوط حديث ما هوش الأفضل، وتديه بطريقة سريعة، في أخطاء في لغوية، وكل اللي بيعمل تحقيق لازم يكون يجيد اللغة العربية بدقة، والأفضل إنه النص يكون بتشكيل كامل زي القرآن. ليه؟ يعني القرآن أحسن من حاجة تانية، كله زي بعض لغة عربية، بس لو ما شكلناش كله في إمكانيات عديدة للفهم أو في أخطاء وغيره. فالمحقق هو اللي مضى سنين يشتغل على النص، فهو المفروض ما بيغلطش أو قليل، وده هيساعد البحث. دي بعض الحاجات. دلوقتي ده معناه الحمد لله أهم نقطة، بس الأسهل من ناحية تكوين باحثين متخصصين في هذا المجال. فأنا ذكرت بس تكوين أخصائيين في ثلاث المخطوطات، في تحقيق المخطوطات، 3 في جمع المراجع في شتى اللغات. إيه يعني جمع المراجع؟ البيبليوغرافي. حد مثل اختبرته أنا السنة اللي فاتت، طلبوا مني لأنه اديك في الطبع في متوسط كاثوليك ده من كنيسة السوريان الشرقيين اللي كانوا بيسموهم نصارى، بس هم أرثوذكس زي كل الكنائس الأخرى. كل الكنائس منطبقة بالعقيدة، مفيش أي فرق. ودي سوية بن المقفع أول واحد يكتب عنده صفحة عشان يقول إنه الكنائس كلها متفقة على الدogma، على العقيدة. الفرق في حاجات ثانوية دي بين قوسين. دي عشان أنشر قالوا لي بس ادينا بالجغرافي. طلبت من أحد الطلبة قلت له تتسلى شوية تدينا بالجغرافي عندي متوسط كاثوليك. راح طلع لي 5 عناوين وكان مبسوط قوي. قلت له 5 عناوين في متوسط بطرق وكاتب ومشهور. اديت واحد ثاني حصلنا 15. فشفت انه في شأن. اشتغلت انا على الانترنت
طلعت 325 عنوان بيتكلموا عن هيموفاوس الكاثوليك بس بشتى اللغات. ده كمان الفن يتطلب معرفة اللغات، ففي ناس تتخصص في المجال ده. إنه نكتب تاريخ التراث العربي القبطي. عندنا دلوقتي الحمد لله المدير أبو مقار طلعوا المجلدين، أنا ناسي العنوان والمؤلف بس قابلته أبونا الراهب يافت العامة أبي فانس أبي فانس مجلدين حلوين. بس دلوقتي لو عاوزين نعمل أصل ده انطلق من جراف، من الترجمة العربية لجراف، وزاد عليها من بعض مخطوطات غير أبو معار. لكن لو ومن أزورة أخرى لو عملنا حاجة أكمل بشركة جماعة تشتغل من هنا ومن هنا، ممكن نطلع يعني حاجة كاملة ثم تترجم إلى الإنجليزي إلى لغات أخرى. بس الأصل لازم يكون عربي. احنا بنشتغل لتراثنا بالحب، وده تاريخ جديد يعني. ومع ممكن نعمل مقتطفات من أهم المؤلفين القرن الذهبي اللي هو القرن الثالث عشر، يعني نهاية الثاني عشر ولغاية بداية الرابع عشر، في 150 سنة هنا مش معقول اللي اتعمل. ده مثلا المفروض كمان في الجامعة وفي المدارس التعليم المسيحي. ليه لا؟ في نصوص من أروع ما يمكن. ده كمان ممكن مقتطفات منها. دورات دراسية جامعية للي عاوز، زي ما انتم مثلا كلكم جيتوا هنا يعني تشتاقوا إلى شيء. ممكن يكون في كورس معمول خارج عن الجامعة بس على المستوى الجامعي إلى آخره. وأخيرا في دراسات بتتعمل في الخارج بشتى اللغات، زي ما ذكرنا يعني بالإنجليزي، بالألماني، بالفرنسي، بالإيطالي، بالإسباني. كل سنة يعني ما لا يقل عن 20-30 كتاب أو مقال عن هذا التراث، بس ما بيوصلش لنا. فدراساتنا بتبقى محصورة على اللغة العربية وأحيانا شوية إنجليزي. يا ريت لو كونا إحنا مكتبة ناس مترجمين يترجموا مين يعني أقوى بالإنجليزي، مين بالألماني، مين. وده عندنا طلبة عندنا في الكنيسة. لا في ألمانيا مثلا في دير قبطي، وزرته وقعدت مع سيدنا هناك. في شباب كتير بالآلاف بيتكلموا ألماني ويعرفوا عربي. طيب شغال اديله إنه نترجم المراجع الأساسية الموجودة. ده كله داخل في مشروع مركز التراث العربي المسيحي أو العربي القبطي تحديدا، اللي هو كله ده ممكن يكون يعني أكبر مكتبة في العالم في هذا المجال، وبداية جامعة. ليه ما يكونش فيه في الجامعة دراسات قبطية أو التراث العربي القبطي، مش بس العربي الإسلامي، أو يعني كله مفيد. وما نقدرش ندرس العربي القبطي من غير ما ندرس التراث الإسلامي، لأنه في مجادلات في كله. إحنا مرتبط، إحنا أمة واحدة. الأمة ما هياش أمة طائفة، الأمة يعني الأم اللي لها كل أولادها. وده ممكن يبقى همزة وصل بين مسيحيين ومسلمين، بين مصريين وأجانب إلى آخره. المشروع لازم أصلا ما يقدرش يطلع إلا من هذا المكان.
من إنه البابا هو البابا توادرس هو يقول ده مشروع ضروري نعمله، هنساهم مع كل الباحثين ازاي نأسسه، وهنوجد تمويل، لازم له تمويل قوي، تمويل من أبناء الطائفة ومن هيئات عالمية وعلمية في الخارج. يعني في كذا جامعة مستعدة بس للتصوير، بريغام يونغ يونيفرسيتي دير البندكتي مستعدين يصوروا. أنا طلبتهم لما كنت في لبنان، اجوا الاثنين كل واحد مسك وصور. الطلب المالي ما طلبوش قرش، بيقولوا بس بنحتفظ بنسخة. يعني في امكانيات، بس لازم نخطط ونبني مشروع علمي عالمي، لأن الكنيسة القبطية تستحق إن يكون في حاجة كده، يعني جيل جديد بعد 20 سنة لما كل يوم بس نقول إنه نكون وصلنا إلى حاجة unique in the world. وإن شاء الله أنا مقتنع إنه ده ممكن، ده مش خيال، دي حاجة عملية ممكنة، بس لازم نقتنع ونساهم، وكل واحد يبذل مجهوده وتحت إشراف سيدنا البابا. أظن كله ممكن، ومع الكنيسة، أبناء الكنيسة اللي عاوزين يشجعوا العلم والبحث. وما فيش فرق هنا طائفي، لا داخل الكنيسة المسيحية ولا بين المسيحيين والمسلمين، ما فيش فرق. البحث العلمي بحث علمي بس، ملوش طائفة، ملوش لون، بس لازم علم.